يعني اتفاق 1912 ما بين فرنسا و وإسبانيا، ووصول حتى بطلائع القوات الفرنسية للضواحي السمارة 1913. هذا الحدث هل ساهم في انحصار المقاومة في تلك الفترة؟ العكس، بل ساهم في تقويتها. لما فشل الشيخ حمل الهيبة بمراكش ورجع، انتقموا له المجاهدين بعملية قال عملية البويرات مشهورة قبل التواجيل دريك، فمحاسن مازال موجود الآن، مشيت زرته قبل التواجيل. وعد له هجوم مفاجئ على ثكنة فرنسية ما حرك منها، صفاوها ما بين قتيل وأسير، قبضوا عشرات الأسلحة الحديثة وآلاف الطلقات المتينة، وكانت عملية ضربة قوية للاستعمار الفرنسي. والآن الفرنسيين يجيبوها في تاريخهم على أنها من أكبر العمليات التي تلقت فيها الجيش الفرنسي الهزيمة على يد مجاهدين البيضاء. جاء موريت وعين على المنطقة وقال أنا قاعد ما حد نعدل هذا المهاجرين، هذا الريبلدي، هذا المتمردين، لا نقيسهم شور السمارة. فشعروا عنه ما عنده حتى علم بالوضع السياسي الجغرافي للمنطقة. السمارة ما فيها حد، الشيخ ما العلم عنها قيم، باقي لها المكتبة وفيها حارطاني وتلميذي هم اللي في المكتبة. جهز من السمارة من إعادة التحميس، قال لهم لا تقدوا النيران، كل واحد يجهز مدفعه ويجهز أموره، ولا ينهجموا فجرا على السمارة. من يهجموا فجرا ما جابوش الحيوط خالية، خبطوا قذائف، كسروا المكتبة، حرقوا شو ملكتوا. والناس اللي كانوا فم هرب منهم واحد جبر زايلة وهرب عليها، والناس إرني وترني تعلمهم بالقضية. هجمت الناس من جمعت وعدوا لهم عملية في قليبات خشاش. مشى موريت هزيم ما بين الموت والحياة، ومات فيها الكوموندون جيرار اللي هي مشهورة، وراه ذاك مسمى عليها شارع من أكبر شوارع في باريس. مات في هذه العملية، وكانت عملية قطعا كلفت الاستعمار الفرنسي الكثير، بل كانت العكس بداية لعمليات ثانية كثيرة بنفس السلاح والذخيرة اللي قبضهم في عملية قلب خشاش وفي عملية البويرات. إذا العكس زادتهم قوة وأكثر وإيمان على مواصلة الكفاح والجهاد ضد الاستعمار الفرنسي. فم لا يظهر الشيخ محمد المامون، فم لا الشيخ وجاه الله يرحمه وغيره من المناضلين المجاهدين يتموا ماشي على طريقهم اللي استشهدوا ضد الاستعمار الفرنسي، باعتبار أنه قوة نجسة واستعمارة ما يلا حد يتعامل معه.